على كده الشغل مرتبه كام؟ كم؟ لا ده انا اقعد في البيت اكرم لي، دول بيدوا ملاليم. ايه ده؟ لا طبعا ان شاء الله عني ما اشتغلت، ده ايه المرتب ده؟ ويلكم بستاتي، اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الباشا خريج. المشهد اللي كان في الاول ده بنشوفه كتير قوي وبيبقى تفكير ناس كتير. في الفيديو ده هديك اهم 5 نصايح لو انت لسه خريج جديد، حتى لو انت لسه طالب وعايز تبدأ تدور على شغل. اهلا بيكم في الحلقة التانية من سلسلة الباشا خريج. تدور على شغل ازاي؟ ايه اهم المهارات المطلوبة؟ وهي بقى السوفت سكيلز اللي بنسمع عنها كتير في السي في والكلام ده كله. هو ده اللي هنعرفه في الفيديو النهارده. So if you are interested just keep on watching. اهلا بيكم مره تانية. لو انت لسه جديد في القناه فاديك نبذه بسيطه كده. انا فاطمه علي، وفي قناتي المتواضعه بقدم كل تجربه انا استفدت منها في حياتي. وايوه انتوا ماي بيستس، لانه طالما انت جيت القناه دي فانت طموح وعايز تحقق حاجه في حياتك، فهدفنا واحد، وعلشان كده انتوا البيستس. ودي سلسله جديده انا عملتها علشان انصح كل حد. طبعا انا عارفه التوهان اللي بتكونوا فيه اول ما بتكونوا متخرجين، 100 سؤال واصلا انت مش فاهم انت عاوز ايه ولا هتروح فين ولا هتعمل ايه. عشان كده انا بنقلك تجربتي وبنقلك كل حاجه انا اتعلمتها، هعلمها لك واقدمها لك على طبق من ذهب، علشان ما تحتارش كل الحيره دي وتعرف تبدا صح ازاي. قولوا لي بس ايه رايكم في الديكور؟ يعني عملت شويه تاتشات بسيطه ولسه هعمل حاجات تانية واخدكم معايا وانا بشتري الديكور الجديد. صحابي بقى ولازم اشارككم في كل حاجه. يلا نتكلم في اول نصيحه. الشخصيه اللي شفناها في اول الفيديو دي بنشوفها كتير جدا، وكنت انا على فكره. وبابا كان يقعد يقول لي لا ما تروحيش الشغلانه دي، لا ده ايه المرتب ده والكلام ده كله. فاول نصيحه، دوس في اي حاجه، ما تقعدش تنقي اختار ده ولا اختار ده وايه المرتب ده. ما تبصش اصلا من زاويه انا هقبض كام فلوس. انت لسه فريش خريج جديد، فاول حاجه لازم تكون في دماغك هي انك تبني سي في قوي. يبقى نظرتك لاي شغل مش هقبض كام، لا، الشغل ده هيضيف لي ايه وهيعلمني ايه. دي تبقى النظرة بتاعتك. ما تبصش على مرتب خالص خالص وانت نازل سوق العمل جديد. ودوس في اي حاجة، عشان انت مش هتعرف انت شاطر في ايه وايه نقط القوة اللي عندك وايه نقط الضعف غير لما تنزل سوق العمل وتجرب. انت في رحلة بتكتشف نفسك. بصراحة على قد ما انا فرحانة ان انا اتخرجت، على قد ما انا تايهة ومتلخبطة ومش عارفة انا عاوزة ايه ولا الاقي شغل ازاي اصلا. بجد كمية علامات استفهام في دماغي مش قادرة اقولك. انت لسه في سوق العمل جديد، فعادي تبقى متلخبط، عادي تبقى متوتر، عادي تبقى مش عارف انت عايز ايه ولا رايح فين. فعشان كده بقولك دوس في اي حاجة. انا اهو اول ما اتخرجت قلت انا عايزة اشتغل على طول. رحت اشتغلت شغلانه ملهاش علاقه اصلا بالمجال اللي انا درسته خالص، ولا من قريب ولا من بعيد، بس نزلت واشتغلت واتعلمت وكسبت خبره. بقالي دلوقتي 2 بشتغل لغايه ما عرفت دماغي مايله لايه، لغايه ما عرفت ايه الوظيفه او ايه القسم اللي انا حباه واللي انا هعرف ابدع فيه. حطيت ايدي على الحاجه اللي انا حباها، حطيت ايدي، اكتشفت إيه. عارف انت اصلا بتبدا تكتشف انت شاطر في ايه وايه نقاط القوة اللي عندك وايه نقاط الضعف اللي عندك. فانت مش هتعرف غير لما تنزل وتجرب، تنزل سوق العمل. فلو ارمي نفسك في البحر واضرب بايدك ورجلك لغايه ما تعرف تعوم. عند ما تعرف تعوم ده اللي هو انت عرفت انت شاطر في ايه وايه الحاجه اللي انت هتبقى مميز فيها. يعني مثلا انا عرفت ان انا لقيت نفسي ان انا حابه ادرس الماركتينج والجرافيك ديزاين، شاطره في المهاره دي، عندي ميول للمهاره دي، فيلا عايزين نقوي العضله بتاعه المهاره دي ونبدا نركز عليها. طيب هل انتي ندمانه يا فاطمه على الشغلانات اللي انت اشتغلتيها الاول اللي هي ملهاش علاقه خالص؟ لان الشغلانات دي ادتني خبره. لان هقول لكم في مهارات يا جماعه اسمها المهارات الناعمه او السوفت سكيلز. المهارات دي بتبقى مشتركه بين اي شغلانه انت هتشتغلها في الحياه. بجد اي شغلانه، حتى لو بتبيع بطيخ حرفيا، حتى لما تيجي تعمل مشروع لنفسك. فمهارات مش هتتعلمها غير من سوق العمل، غير لما تنزل وتدب بايدك ورجلك تكتسب المهارات دي.
ولا بتعلمها لك جامعة ولا بيعلمها لك كورسات. ممكن كورسات تديك النصايح اللي تمشي بيها، بس لو ما طبقتهاش مش هتفيدك في اي حاجة. النصايح دي في الباسكت على طول. تاني نصيحة زي ما قلت لك في اول الفيديو، انه عادي تبقى متلخبط متوتر مش عارف انت عايز ايه، ولكن اللي مش عادي انك ما تفعلش حاسة الادراك. ايه بقى موضوع الادراك ده، ويعني ايه ادراك اصلا كده؟ فهميني اكتر. في فرق بين ان يكون عندي 6 سنين خبرة او 6 سنين معرفة عادية، وفرق لما يكون عندي 2 خبرة بادراك. ايوه، ايه بقى كلمة ادراك؟ هقولك، ابو 2 خبرة بادراك يغلب ابو 6 سنين اللي ماشي على الله ان شاء الله. معنى ادراك، الشخص المدرك اي موقف بيحصل معاه بياخده كده، ما بيسيبوش يمر مرور الكرام، لا بياخده ويحلله ولازم يطلع مني دروس. مثلا انا رحت قدمت على وظيفة واترفضت من الوظيفة دي، اقعد بقى احط علامات استفهام، انا اترفضت ليه؟ واقعد افكر، هل اقعد اعيط واندب حظي؟ لا، امسك الموقف وحلله يا فندم. ده معنى الادراك. امسك الموقف واشوف انا اترفضت ليه. صح، افتكرت ده وانا بعرف نفسي كان صوتي كده مهزوز وكنت يعني برتبك كده في الكلام، اكيد ده ادى انطباع اني مش واثقه في نفسي وما بعرفش اتكلم كلمتين على بعض. صح، كمان افتكرت الانجليش بتاعي ما كانش حلو خالص. اذا انا عرفت نقط الضعف فين وايه الغلط اللي انا عملته، فابدا بقى اتدرب ان انا اتكلم بثقه اكتر واظبط الانجليش بتاعي، فلما هروح الانترفيو اللي بعده مش هغلط نفس الغلط تاني. هو ده معنى الادراك. بمسك كل موقف واطلع منه دروس. ايه ده، انا اتقبلت في الوظيفه دي، اقعد بقى اشوف كمان حتى لو اتقبلت كانت حاجه حلوه او حاجه مش حلوه، اقعد بقى اشوف انا اتقبلت في الوظيفه دي ليه. صح، ده انا كنت واثقه في نفسي جدا، ده الانجليش بتاعي اتطور قوي، ده معرفش ايه اتطور. فابدا كل حاجه افصصها واشوف ايه الصح وايه الغلط واتعلم من كل درس. وباي ذا واي يا جماعه، احنا بنتعلم من الحاجات الصعبه او المواقف الوحشه اكتر ما بنتعلم من المواقف الحلوه، لان المواقف الصعبه دي او المواقف اللي احنا بنقول عليها وحشه دي بيبقى فيها دروس اكتر من المواقف الحلوه. فعشان كده لازم نكون ممتنين لاي موقف صعب او اي حاجه فيها شده تحصل معانا ونبقى مدركين. فهمتكم يعني ايه تبقى شخص مدرك. عشان كده انا بعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، بدخل على نوشن ده برنامج تقدر تسجل عليه كل افكارك وكل حاجتك، حلو، او اي نوت، المهم تبقى حاجة تعرف ترجع لها. ولو مثلا يعني تدخل لها من اي مكان، يعني مثلا انا بحب، مع اني بحب اكتب بايدي اكتر، ولكن بقيت اسجل على نوشن علشان لو الكشكول وقع، الكشكول ضاع، الكشكول اتدلع عليه حاجة، الافكار تبقى لسه موجودة متسجلة. حلو، تمام. فانا بدخل على نوشن كده واكتب كل حاجة انا استفدت منها وكل درس اتعلمته وبنظم حياتي عليه. فانا كنت بدخل على نوشن واكتب بقى كل حاجة، اكتب اسم الشركة اللي انا روحتها والتاريخ وكل تفاصيل ايه اللي حصل هناك وانا كنت كويسة او ايه نقط الضعف اللي كانت عندي، بكتب كل حاجة. فانتوا اعملوا كده، اي نوت او تدخلوا على نوشن، اي حاجة تحبوها، بس المهم مكان يبقى منظم ومرتب وتعرفوا ترجعوا له في اي وقت تشوفوا اللي انتوا اتعلمتوه. فده ساعدني ان يكون عندي ادراك واني منساش كل درس اتعلمته من كل مكان روحته. ما هي مش بعزقة وقت ومشاوير على الفاضي، برضو لازم تتعلم. فده ساعدني ان يكون عندي ادراك، وكل ما انا بمشي في مكان بزيد خبرة وبتعلم حاجة جديدة. تالت نصيحة، documented. كل حاجة لازم تبقى مسجلة. انا كنت بقعد، يعني اكيد انا مش هقدم على شغلانه واحده، ما انا ممكن ما تجيليش، ممكن ما يشوفش السي في بتاعي. فانا كنت اقدم مثلا على 12 16 20 شغلانه على قد ما ربنا يقدرني، اقدم على شغلانات كتير جدا. يجي بقى حد يكلمني في الانتر عشان يعمل معايا انترفيو، ايوه يا فندم احنا من شركه كذا وشفنا السي في بتاعك. انا بقى ايه؟ ابقى قاعده شركه مين وسي في ايه الوظيفه اللي انا قدمت عليها دي اصلا انا مش فاكره. فدي كارثه بقى، كارثه كبيره. وبتدي انطباع عنك، بتدي انطباع للاتش ار ان انت ايه، حد، ان انت حد في اللالا لاند، يعني انت حد مش عايش معانا. فطبعا ان انت حد مهمل مش فاهم حاجه، انت مقدم على وظيفه ومش فاكرها ازاي بقى. فعشان كده
يعني دوكيومنتد زي ما قلت لكم على نوشن او اي نوت. بقيت كل ما اجي اقدم على وظيفه اكتب اسم الشركه والتاريخ اللي انا قدمت فيه، واخد سكرين شوت كده للبوست بتاع الوظيفه، تمام، واحطه عشان ابقى فاكره لما حد يجي يكلمني ده انا قدمت على كذا وكذا 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 وكذا. عشان مثلا لو انا قدمت على لينكد ان عايزه ارجع تشيك اشوف هم شافوا السي في بتاعي ولا لا، ابقى فاكره انا قدمت على ايه. فتبقى كارثه لو انت بتقدم عشوائي زي ما انا كنت بعمل في الاول. فانا بقول لكم اهو عشان ما تغلطوش غلطتي، كل حاجه تبقى دوكيومنتد. وخليكم فاكرين النصيحه دي عشان هحتاجها كتير قدام في حاجات كتير لما ندخل بقى في تفاصيل الشغل. اصبروا اوعى بس تكون نسيت ان انت تعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو علشان تشوف الفيديوهات الجايه، وهستنى الكومنت بتاعك طبعا. لو عندك اي سؤال اتفضل ما تتكسفش. كده اتكلمنا في 3 نصايح اساسيه لازم تعمل بيهم، وهو دوس في اي حاجه. تاني نصيحة لازم تفعل حاسة الإدراك في كل حاجة أنت بتعملها. تالت نصيحة documented، كل حاجة لازم تبقى مسجلة. طيب انتي بتقولي دوس في أي حاجة عشان تتعلم مهارات. عندي فضول بقى أعرف ايه المهارات اللي أنا هتعلمها اللي هتخليني أشتغل شغلانة بمرتب قليل دي. عد معايا. المهارات دي اسمها السوفت سكيلز. السوفت سكيلز دي بتبقى اساسيه مكتوبه في السي في، وكمان عايزه اقولك انها مش بس هتفيدك في الشغل، ده هتفيدك في حياتك كلها، وهتفيدك لو انت رحت تفتح مشروع لوحدك، فانت مستفاد من كل النواحي. ايه هي بقى السوفت سكيلز؟ اول حاجه وهي الكوميونيكيشن سكيلز او الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي مهارة التواصل. مهارة التواصل دي من اهم المهارات اللي انت هتتعلمها في اي شغلانة هتروحها، اوكي؟ والسوفت سكيلز كلها عامة، بس دي بالذات. ومهارة التواصل اللي انت ازاي تتواصل مع اللي قدامك، ازاي تتكلم، ازاي تقنعه او توصل له المعلومة اللي انت عايز تقولها. انت تتواصل مع البني ادم، ازاي تفهمه، ازاي تفهم هو عاوز ايه، ازاي توصل له المعلومة، ازاي تفهم منه هو المعلومة اللي عايز يوصلها. هي دي نبذة عن مهارة التواصل. عايزة اقول لكم ان انا من وانا صغيرة يعني شخص اجتماعي جدا، تمام؟ ما عنديش اسهل من كده ان انا اتكلم مع الناس واتواصل مع الناس، وكنت شايفة اللي هو ايه بقى مهارة التواصل؟ طب ما اكيد انا عارفة اتواصل مع الناس، يعني عادي، في ناس كتير اعرفها بتواصل معاها. بس لا، الواقع غير كده يا روبانزل. الموضوع مش كده خالص. لما تيجي تتعامل مع ناس في الشغل، انت بتتعامل مع الناس اللي حواليك عادي، وانت اجتماعي وجميل ولذوذ وبتعرف تتعامل عادي علشان دي ناس انت اوريدي عارفها، وناس عادية، يعني ما فيش بينكم مصالح او في بينكم شغل. لكن لما يبقى في بينكم شغل، هنا الوضع يختلف تماما تماما. وغير ان انت في مجال العمل او في سوق العمل، انت بتقابل ناس تربيتهم غير تربيتك، شخصيتهم غير شخصيتك، ناس مختلفة انت اول مرة تشوفها، وبينكم حاجة، يعني في مصلحة بينكم. هتلاقي في مقارنة، هتلاقي في غلة، هتلاقي في حاجات كتير وفي تفاصيل كتير. وحتى مثلا لو عميل زعق فيك، فانت المفروض ازاي بقى تحتوي الموقف، هتتحط في مواقف كتير. حلو. وان الشخص ده انت المفروض توصل له المعلومة بشكل معين، والمفروض تسمعه وتفهم هو عاوز ايه. فالموضوع مختلف تماما. طيب ازاي قوي مهارة التواصل عندي؟ انك تقرأ عنها كويس وتنزل على ارض الواقع تطبقها. عشان لو قرأت وخدت كورسات وخدت نصايح من هنا ومن هنا ومن هنا وما طبقتش النصايح دي ولا ليها اي لازمة لو ما اتطبقتش. تاني مهارة وهي التيم وورك او العمل الجماعي. ازاي تشتغل مع فريق، يعني مثلا انتوا كذا حد مع بعض ومطلوب منكم ان انتوا تنفذوا حاجة او تعملوا تاسك. ازاي هتتواصل مع الفريق ده؟ ازاي هتقسموا التاسك بتاعتكم؟ ازاي هتوصل وجهة نظرك؟ ازاي لو حصل اي خلاف بينكم تحلوه بكل ادب واحترام؟ فالعمل ضمن فريق برضو دي حاجة مهمة جدا ومهارة مهمة جدا ان انت تعرفها. كل المهارات اللي انا بقولها او السوفت سكيلز عامه دي مهارات بتبقى مكتوبه في السي في، ولو كتبت حاجه انت مش عارفها هتحط نفسك في موقف وحش قوي. وبالنسبه بقى السي في ان شاء الله هيكون موضوع حلقتنا الجايه، فما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل علامه الجرس ولايك للفيديو وكومنت علشان
تشوف كل الفيديوهات الجاية لانها هتفيدك. تالت مهارة وهي البرسويشن سكيل او مهارة الاقناع. دي مهارة مهمة جدا، يعني احنا ما فيش اسهل من كده. هي مش سهلة، مش اي حد. يعني مثلا بيع لي النضارة دي، اقنعني ان انا اشتريها منك. فتفضل بقى تقولي مميزاتها وتكاتها وحركاتها، وان هي هتحمي عيني، مثلا هتحمي عيني لو انا بقعد عندي شغل كتير او بقعد على اللاب كتير او الموبايل، وهتخليني اشوف اوضح وهتحافظ على نظري والحاجات دي كلها. هي دي بكل اختصار مهارة الاقناع او البرسويشن سكيل. ودي مهارة مهمة جدا وبجد في كل حياتك. يعني انت لو مثلا عندك وجهة نظر معينة وعايز تقنع حد بيها في حياتك العادية، يعني جوزك او خطيبك بان انت مثلا تروحي شغلانة معينة، مثلا عايزة اقنع بابا ان انا اروح مكان، فلا مهم مهارة الاقناع قوي قوي قوي، فاهميني؟ فمهارة مهمة جدا في الشغل وفي الحياة وفي كل حتة. واهم الشغلانات اللي بتحتاج المهارة دي هي شغلانة السيلز او المبيعات. وخلي بالكو يعني المهارة دي برضو بتدخل في حاجات تانية كتير، مهارة الاقناع زي ما قلت لكم، واهمهم انها بتدخل في حياتك الشخصية اصلا، فبتدخل في حاجات كتير وشغلانات كتير تانية زي الماركتنج مثلا. 4 النيجوشيشن سكيل او مهارة التفاوض. يعني ايه تفاوض؟ يعني مثلا انا مديرة بتاعتك مثلا، تمام، وطلبت منك تاسك، قلت لك التاسك دي تخلصها لي في 4 ساعات، وانت شايف ان ال4 ساعات قليل جدا، لا يعني التاسك كبيرة وعايزة وقت اكبر، فانت تحاول تتفاوض معايا ان انت مثلا تخليهم 8 ساعات، تمام. وعلى فكرة فيها حتة شوية من الاقناع، يعني مهارة التفاوض ان انا هقعد، يعني عارفين عامله زي ايه؟ زي ما تقعد تفاصل مع بتاع الطماطم، اللي هو ايه، معلش خليها كده. نكمل المثال الاولاني وسيبنا من الطماطم. لو انا ايه قلت لك لا انا عايزه التاسك دي في 4 ساعات، تيجي بقى تحاول تتفاوض معايا ان انت تخليهم 8 ساعات بدل 4 ساعات. يعني مثلا هتقولي تمام حاضر، بعد ما اروق شويه تيجي تقولي ايه، توصف لي بقى التاسك كبيره وعاوزه تركيز كبير، وعلشان نطلعها بكواليتي عاليه او نطلعها في احسن صوره محتاج وقت اطول، فبطلب منك انك تديني 8 ساعات بدل ال4 عشان اجيبها لك في احسن صوره. وانا طبعا عشان مديره وهمي التاسك تطلع حلوه وتطلع بكواليتي عاليه، فاقول لك اوكي ماشي 8 ساعات. هي دي مهارة التفاوض، ان انا اقعد اتفاوض معاك ونوصل لحل يرضيك ويرضيني. حلو. 5 مهارة وهي learning skill، مهارة التعلم. دي مهارة مهمة جدا جدا، يعني كلهم بصراحة مهمين جدا جدا، يعني ما شفتش اي مهارة دلوقتي مش مهمة. بس ليه بقولك على دي برضو مهمة؟ لان اي شركة واي مكان يحب الموظف يكون بيحب كده يتعلم ويطور في نفسه، عشان يعلموك بقى هما ايه البوليسي بتاعت الشركة بتاعتهم والشغل ازاي. في اي مكان في الدنيا هيحب ان الموظف بتاعه يكون ده شغال، مش اسطمبة، لا ده شغال بيتعلم بيتضاف بيتطور. ولانه احنا في عصر السرعة كل حاجة عمالة تتطور، فانت لما مشيتش مع التطور ده هتداس حضرتك. فهي مهارة مهمة جدا، مهارة التعلم، ان انت دايما تحاول تطور في نفسك وتتعلم حاجات جديدة. مهارة 6 problem solving، اللي هي حل المشاكل. لو حضرتك اتحطيت في مشكلة، وده وارد جدا جدا جدا، كلنا بنتحط في مشاكل في الشغل او بره الشغل، هتعرف تحل المشكلة، هتعرف تحلل كل حاجة في المشكلة وتقترح لها حلول، ولا تقعد باصص للمشكلة كده او تسيبها وتهرب او تسيب الدنيا تولع اكتر؟ هتعمل ايه؟ فمهارة البروبلم سولفينج او حل المشاكل هي انتوا حافظين مهمة جدا، زي كل المهارات اللي قلنا عليها مهمة جدا برضو. work under pressure، مهارة العمل تحت ضغط. في اي مكان في الدنيا، في اي شركة معرضة ان هي يبقى في ضغط كبير عليها من اي نوع، ان كان ضغط عملاء او ضغط اي حاجة. حلو. فلما يبقى في ضغط، انت يا موظف يا كتكوت هتعمل ايه؟ هتتعامل مع الضغط ده وهتدوس عادي وهتستحمل عادي، ولا هتقعد تعيط؟
فدي مهارة برضو لازم تبقى عندنا، لانه طبيعي يا جماعة ما نبقاش كتاكيت وصغننين بقى ونعيط لما يبقى في ضغط. عادي، لا نتعامل، شد نفسك كده وتعامل، شد نفسك وتعامل. 8، إدارة الوقت، التايم مانجمنت. دي بقى مهمة جدا. ليه؟ كلنا طبيعي بيبقى عندنا كذا حاجة في يومنا، يعني مثلا هروح النادي، هصلي، هاكل، هشرب، هروح اقابل صحابي، معرفش ايه. فانت في الشغل المدير مديك اكتر من تاسك، فهل هتقعد اليوم كله في تاسك واحد وتلاقي الدنيا اصلا بتضرب تقلب منك ومش عارف تعمل ايه ولا ايه ومحتاس كده؟ ولا بتنظم وقتك وعارف هتعمل ايه امتى وكل حاجة هتخلص امتى وعارف هتبدأ بايه وتنهي بايه؟ هي دي التايم مانجمنت، ان انت تدير وقتك صح. يعني ان شاء الله لو انتوا حابين قولوا لي في الكومنتات ان انا اعمل لكم فيديو عن التايم مانجمنت، ازاي ندير وقتنا صح. طبعا الموضوع صعب جدا، موضوع التايم مانجمنت دلوقتي، علشان السوشيال ميديا بتشتتنا كتير جدا. فلو عاوزين فيديو عن التايم مانجمنت اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وفي طبعا مهارات تانية كتير مهمة برضو، ولكن دول اهم المهارات واشهر المهارات واكتر المهارات الاساسية اللي لازم تبقى عند اي شخص. في مهارة تانية زي مهارة الليدرشيب، او ان انت تبقى قائد. مش شرط كلنا نبقى قائدين، يعني عادي، بس برضو هي مهارة مهمة لو حابب تتعلمها. ولكن دي المهارات اللي انا قلتها لك دي هي دي اهم واكتر المهارات الاساسية. كده اكون اديتكم 3 نصايح اهم من بعض، لازم تسمعهم كويس جدا ولازم تعمل بيهم، علشان او لو انت عاوز تنجح في سوق العمل وفي حياتك الجديدة ان شاء الله. وكلمتكم عن اهم كم مهارة، عن اهم 8 مهارات بتحتاجهم في حياتك وفي اي شغلانة انت ممكن تروحها. وما تنسوش لو عندكم اي سؤال تكتبولي تحت في الكومنتات. وان شاء الله الحلقة الجاية تكون عن ازاي نعمل CV، او ازاي انا طورت الانجليش. قولولي تحت في الكومنتات انتوا عاوزين انهي الاول، انا كده كده هعمل لكم الحلقتين ما عنديش مشكله. عرفوني في الكومنتات انتوا عايزين انهي الاول. وخلوا بالكم الانجليش دلوقتي زي ايه؟ زي الاكسجين اللي بتتنفسه، زي الميه اللي بتشربها. يعني دي مش مهارة ده لازم، زي ما انت ما انا بكلمكم كده. حاجات كتير حاجات كتير. الانجليش مهم فوق او ما تتخيلوا. الانجليش مهم جدا من هنا ل100 سنة قدام. ما ينفعش ما يبقاش الانجليش بتاعك كويس، ما ينفعش، مش اوبشن حضرتك. فانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو اعرفكم فيه ازاي انا طورت الانجليش بتاعي، واديكم اهم النصايح وانتوا في رحلة تعلم الانجليش او تطوير الانجليش بتاعكم. لو قولوا لي، ما تنسوش تقولوا لي تحت في الكومنتات عاوزين انهي حلقة الاول، بتاعة الانجليش ولا بتاعة الCV. ما تنسوش تشوفوا الحلقة الاولى من سلسلة الباشا خريج، دي الحلقة التانية. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، وهسيب لكم الانستجرام بتاعي والفيسبوك عشان نبقى مع بعض في كل حتة، والتيك توك كمان، ومن هنا للفيديو جاي اسيبكم في امان الله، وهتوحشوني جدا ومبسوطة بيكم جدا. اعملوا الواجب بقى، اشتراك، جرس، شير، كومنت.